زملكاوي جميل. يا زمالك يا مدرسة، لعب وفن وهندسة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك. مع تأكد رحيل ناصر ماهر، ناس كتير سألت هو الزمالك هيعمل ايه في صانع اللعب، لكن المفاجأة ان الإدارة بتفكر دلوقتي تجدد عقد أحمد حمدي، وده قرار مش إداري، ده قرار فني، وتعالى نفهمه بهدوء. أول حاجة، رحيل ناصر ماهر عمل ايه؟ ناصر ماهر كان لاعب بين الخطوط، بيعتمد على المراوغة والحلول الفردية. طبعا برحيله الزمالك خسر المهارة، لكن كمان خسر لاعب بيكسر الخطوط. السؤال مش مين يعوضه بالاسم، لكن مين يكمل الدور داخل المنظومة. طب ليه اسم أحمد حمدي ظهر؟ أحمد حمدي لاعب وسط، بيلعب في مركز 8 ومركز 10، فاهم أجواء النادي، مش محتاج وقت للتأقلم. في توقيت حساس زي ده الاستقرار عنصر أساسي. نيجي بقى يا جماعة لمميزات أحمد حمدي. أحمد حمدي عنده قراءة لعب ممتازة، بيتمركز صح قبل ما الكرة توصل له، بيقلل الضغط على الدفاع. التمريرة الأولانية بتاعته جيدة جدا، لأنه بيلعب للأمام ومش بيحب التوهان أو الاحتفاظ الزائد. هدوء تحت الضغط، ما عندوش لا تهور ولا تشتيت عشوائي، بيساعد الفريق يهدي ويرتب اللعب. كمان عنده انضباط تكتيكي، ملتزم بدوره، نادرا ما بيسيب مركزه، مناسب لأي مدرب وطريقة لعب. حلقة وصل حقيقية، بيربط ما بين الخطوط، وده دور مش دايما ظاهر للعين، لكن مهم جدا داخل الملعب. نيجي للنقطة اللي بعد كده، خبرة وضغط مباريات. لاعب محلي ولاعب أفريقي ومتعود على جمهور نادي الزمالك. مقارنة فنية هادئة، مش مقارنة أرقام، دي مقارنة أدوار. أول حاجة، ناصر ماهر عنده مهارة ومراوغة، أحمد حمدي عنده تنظيم واتزان. الزمالك ممكن يخسر مهارة، لكن يكسب توازن في وسط الملعب. طب نيجي لنقطة التحفظ المهمة. أحمد حمدي محتاج إيه؟ أحمد حمدي محتاج دور واضح، ثقة واستمرارية. التجديد لازم يبقى استخدام حقيقي، مش دكة وخلاص. الخلاصة يا جماعة، الزمالك لما يفكر يجدد لأحمد حمدي يبقى بيفكر فنيا مش إعلاميا. لاعب مش نجم شباك صحيح، لكن لاعب مهم في وقت صعب، ولو توظف صح هيبان قوي. قول لي رأيك، هل أحمد حمدي حل مناسب، ولا الزمالك محتاج صانع لعب جديد؟ مستني رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.